التجارة بين المغرب وإسرائيل مازالت كترتفع رغم الحرب اللي كتجري في المنطقة. ووفقا لمصادر، فقد وصل حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل لأكثر من 143 مليون دولار من أكتوبر 2023 حتى نهاية غشت 2024، بزيادة وصلت ل 97.7% مقارنة بالأرقام ديال نفس الفترة في السنتين ديال 2022-2023. ورغم الظروف الصعبة والحرب المستمرة على غزة، المغرب زاد من الواردات ديالو من إسرائيل بنسبة 129.2%، وبلغت القيمة ديالها 129.5 مليون دولار. هذا الشيء في الوقت اللي كانت فيه الواردات مستقرة في السنتين اللي فاتوا بحوالي 56.5 مليون دولار. وكاينين إحصائيات رسمية من مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي كتقول أن المغرب صدر لإسرائيل 13.5 مليون دولار من أكتوبر 2023 حتى الغشت 2024، بينما كانت الصادرات في السنتين اللي فاتوا هي 15.8 مليون ديال الدولار. أما بالنسبة للواردات المغرب من إسرائيل فقد بلغت 54 مليون دولار في شهر دجنبر من العام الماضي، وزيادة على 22 مليون دولار في شهر أبريل، وهادو هما أعلى القيم مسجلة في هذه الفترة. المثير للانتباه هو أن قيمة صادرات الدول العربية الخمسة لإسرائيل بلغت 4 مليار ديال الدولار في هذه الفترة، والإمارات كانت في الصدارة ب 70%، 2.8 ديال المليار. كتجي من موراها مصر ب 14%، 548 مليون ديال الدولار، ثم الأردن ب 10%، 398 مليون ديال الدولار، والمغرب جات في المرتبة الرابعة 3.6% اللي كتساوي 143 مليون دولار. وعلى حسب معهد أبراهام لاتفاقيات السلام، الأرقام هذه كتعكس قوة العلاقات الاقتصادية اللي تطورت بفضل اتفاقيات أبراهام اللي زادت من التجارة بين إسرائيل والدول العربية بما فيها المغرب. وقال المعهد أن التجارة بين إسرائيل والدول الخمسة هذه سجلت نمو كبير خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023. واعتبر أن التعاون الإقليمي بروح الاتفاقيات هو المفتاح لتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام في الشرق الأوسط، اللي احنا بطبيعة الحال ضد هذا الشيء كامل. وحنا بطبيعة الحال لا نريد ماشي غير أننا نتعامل مع إسرائيل، نحن لا نريد أصلا أن نعترف بدولة اسمها إسرائيل.